ما يجري اليوم في محيط الأنظمة الراديكالية ليس صدفة ولا ظرفا عابرا، بل نتيجة حتمية لتراكمات طويلة من الحكم المغلق وفقدان الشرعية والارتهان لمحاور فقدت وزنها ومصداقيتها. سقوط فنزويلا سياسيا واهتزاز إيران من الداخل كشفا حقيقة كانت تدار في الغرف المغلقة. الأنظمة التي تحكم بالعقيدة والأجهزة لا تصمد عندما يتغير ميزان القوة الدولي. الجزائر رغم محاولات الإنكار ليست خارج هذا المسار، بل تقف في قلبه. الصراع الصامت على السلطة داخل النظام، هشاشة القرار وتآكل الثقة الشعبية، كلها مؤشرات دولة تعيش على تأجيل الانفجار لا على منعه. الأخطر أن الجزائر بنت استراتيجيتها الخارجية على حلفاء متورطين في ملفات مشبوهة، أنظمة معزولة وأنفاسها السياسية مقطوعة، ما يجعل أي رهان عليهم رهانا خاسرا سلفا. في المقابل يفرض المغرب نفسه كعامل استقرار إقليمي حاسم، دولة تشتغل بمنطق الدولة لا بمنطق العسكر، تبني نفوذها بهدوء وتربح المعارك دون ضجيج. كل المناورات الجزائرية ضد المغرب انتهت بالنتيجة نفسها، عزلة للجزائر وتقدم للمغرب، لأن الشرعية لا تصنع بالعداء والقوة لا تبنى على أنقاض الأنظمة الساقطة. الرسالة واضحة في الحسابات الاستراتيجية: من يختار الاصطفاف مع أنظمة مأزومة سيسحب منها عند أول منعطف حاد، ومن يراهن على الاستقرار والتحالفات الموثوقة يخرج دائما من المعركة في موقع المتحكم لا المتلقي.